السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم مطبخ اكل السما من اكل كله بيتي وسهل ولذيذ. والنهاردة باذن الله هنعمل مع بعض الكريب. هنعمل الكريب في البيت بطريقة سهلة ومكونات متوفرة في كل بيت. يلا نبدأ في عمل الكريب ونشوف مكوناته وطريقته. عندنا 6 كوبايات دقيق، 6 كوبايات مية، 6 معالق خل، 6 معالق زيت، معلقتين كبار بيكنج باودر، معلقتين كبار سكر، 4 بيضات، معلقة كبيرة ملح، نص معلقة صغيرة فلفل اسمر. يلا نبدأ بمكونات الكريب ونشوف هنعمله مع بعض ازاي. اول حاجة يا حبايبي في عمل الكريب هبدأ بيها. عندي بولة فاضية وهنزل بالبيض بسم الله الرحمن الرحيم، والملح والفلفل الاسمر والخل والزيت والسكر. بعد ما حطينا المكونات بتاعتنا كلها هنضربها بقى بالمضرب على اعلى سرعة لحد ما تختلط كلها مع بعض. بعد ما خفقت الخليط بتاعنا بالشكل ده يا حبايبي هجيب بقى المية وانزل ب6 كوبايات مية على الخليط بتاعنا بسم الله الرحمن الرحيم كده، واديها تقليبة بسيطة. وبكده الخليط عندي يكون جاهز دلوقتي. تالت خطوة عندي البيكنج باودر، انا هحطه على الدقيق واقلبه مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم. اقلبهم مع بعض كده. لو عايزة تقللي الكمية براحتك، لو عايزة تزودي براحتك، يعني ممكن تعملي بدل ال6 كوبايات تعملي 3 كوبايات براحتك انت. بعد ما خلطنا البيكنج باودر مع الخليط مع الدقيق يا حبايبي هننزل بقى على الخليط السائل بالدقيق كده بسم الله الرحمن الرحيم. هننزل الدقيق على الخليط السائل بالشكل ده وابدا اقلب واحده واحده. نزل نص الخليط واضرب بالمضرب على اعلى سرعه. بعد كده هنزل بقيه الدقيق كمان. كمل كده بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وزد وبارك. نزل كميه الدقيق كلها كده واقلبها واضربها بالمضرب بقى على اعلى سرعه لحد ما القوام يبقى عندي ناعم ومفيهوش اي تكتلات. وبكده يا حبايبي يكون الخليط بتاعنا جاهز. شايفين قوامه بسم الله ما شاء الله، ده القوام المظبوط. اللهم صل وزد وبارك. هسيبه بقى 5 دقايق بس يرتاح. هغطي عليه واسيبه 5 دقايق يرتاح. بعد ما سيبنا خليط الكريب يا حبايبي 5 دقايق، دلوقتي في طاسه على النار دهنتها نقطه زيت بالشكل ده كده، وده الخليط بتاعنا بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وزد وبارك. هاخد بقى كرنيب بالشكل ده بسم الله الرحمن الرحيم واعمل كده اوزع، احاول اوزع في الطاسه كلها بالشكل ده كده كده، واسيبه بقى على النار لحد ما يبدأ ان هو ياخد لون خفيف من تحت وبعد كده اقلبه. وبعد ما لقيناه يا حبايبي فصل من الجناب كده هنبدأ بقى ان احنا نقلبه بسم الله الرحمن الرحيم كده على الوش التاني ياخد لون خفيف كده ونقوم شايلينه. وطبعا يا حبايبي بعد ما عملنا الكريب وقلبناه على الوجه التاني كده هنحط بقى فوطه نظيفه ونحط فيها الكريب عشان يفضل طري وما ينشفش. وبعد ما خلصنا الكريب يا حبايبي شايفين انا حاطاه في فوطه عشان يفضل طري بسم الله ما شاء الله. شايفين اغطي عليه بقى عشان يفضل سخن. هنيجي بقى لعمل الشاورما يا حبايبي. عندنا صدر فرخه كامل مقطعاه شرايح كده بالشكل ده شاورما. عندنا بقى توم باودر هناخد معلقه صغيره عليها بالشكل ده، معلقه صغيره فلفل اسمر، ومعلقه صغيره بابريكا. وطبعا انا حطيت عليها 3 معالق خل ومعلقه كبيره ملح ونقعتهم مع بعض. بعد ما حطيتهم كده هقلبهم بقى مع بعض بالشكل ده. انا حطيت عليها خل وملح ونقعتهم 5 دقايق عشان ما يبقى لهاش اي ريحه زفاره خالص. كده بقى اتبلها كده بالبهارات بتاعتنا بسم الله ما شاء الله. تبقى طعمها خطير والله العظيم يا حبايبي. بالبهارات ديت تجنن. ما تكتريش فيها البهارات عشان تديكي نكهه الفراخ بالطعم المبهر البسيط. بعد ما قلبتها كده يا حبايبي هسيبها بقى. عندنا فلفل اخضر متقطع
شرايح، وعندنا بصله كبيره مقطعينها شرايح. نجيب بقى الطاسه على النار سخنه عشان نعمل الشاورما بتاعتنا. طاسه على النار يا حبايبي فيها شويه زيت كده، بسم الله الرحمن الرحيم. بعد كده هنزل بالفراخ، اعلي النار عشان تاخد صدمه وما تنزلش ميه كتير. بعد ما الزيت عندي سخن كده في الطاسه هنزل بقى بالفراخ، بسم الله الرحمن الرحيم كده. وهفضل معليه النار، ما تنزلش ميتها، هسيبها شويه عشان ما تنزلش الميه بتاعتها وتاخد صدمه في الطاسه. شايفين يا حبايبي الفراخ بتاعتنا؟ انا بدلت الطاسه يا حبايبي لطاسه اكبر عشان كميه الفراخ بتاعتنا بسم الله ما شاء الله كانت زياده كتير على الطاسه الصغيره، خليتها طاسه اكبر. هقلب الفراخ بتاعتنا بالشكل ده عشان تاخد صدمه وتغير لونها وتبدا ان هي تستوي. هسيبها لحد ما تشرب ميتها. بعد كده يا حبايبي هنزل بقى بالبصل، بسم الله الرحمن الرحيم كده، وهقلبهم مع الفراخ وهسيبهم مع بعض 5 دقايق. بعد كده يا حبايبي هننزل بالفلفل، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وزد وبارك، وهقلبهم مع بعض واسيبهم بقى 10 دقايق معايا على النار لحد ما الفراخ بتاعتنا تستوي والفلفل والبصل ياخدوا من الفراخ ويتبلوا مع بعض. وكده يا حبايبي الشاورما بتاعتنا استوت والفراخ كلها استوت ازاي ما شاء الله، بقت جميله جدا. هنطفي عليها بقى يلا عشان نعمل كريب بالفراخ. ودي الفراخ بتاعتنا يا حبايبي، الشاورما اهي حلوه وطعمها لذيذ جدا وتحفه بصراحه، ريحتها حلوه قوي. ملحوظه يا حبايبي، لو حد عايزها بالزبادي يحط عليها زبادي مع التوابل والبهارات ويتبلها كويس كده ويركنها على جنب قبل ما يسويها، لكن انا ما بحط الزبادي عشان انا بنتي ما بتحبش الزبادي عليها، فعشان كده ما بتبلهاش بزبادي، ببهارات وبس. هنيجي بقى عشان نعمل بقى الكريب بتاعنا. عندنا الفراخ الشاورما جاهزه، وعندنا جبن مشكله رومي على موزاريلا على شيدر، عندنا مايونيز، عندنا مايونيز فلفل حار، وعندنا كاتشب. يا حبايبي بقى في سندوتشات الكريب هنجيب بقى الكريب بتاعنا اللي احنا عاملينه، شايفين بسم الله ما شاء الله، عشان انا غطيت عليه فضل طري ازاي. على فكره يا حبايبي الكريب ده طري، اللي عايزه ناشف يزود له 3 معالق نشا، هيديله ناشف شويه، هيبقى مناشف. اول حاجه هحط بقى المايونيز بالشكل ده كده. بعد كده هنزل بالفراخ، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وزد وبارك. هنزل بالشاورما بتاعتنا كده بالشكل ده. بعد كده هننزل بقى بشويه جبن، براحتك بقى زودي الجبن زي ما انت عايزه. بعد كده هننزل بقى بالكاتشب كده، عندنا كاتشب برضو مايونيز حار بننزل برضو بيه براحتك بالشكل ده. بعد كده بقى بلفه، بقفله من تحت عشان ما يقعش مني الحشو، والفه بالشكل ده، شايفين بالشكل ده كده. وعلى طاسه سخنه على النار او لو عندك جريل واديله صدمه من قدام ومن ورا. هنعمل كمان مع بعض واحد يا حبايبي. اول حاجه هجيب الكريبايه بتاعتنا، بعد كده هدهنها مايونيز بالشكل ده كده، وهنجيب الفراخ كده، بسم الله اللهم صل وزد وبارك كده. بعد كده هجيب الجبنه، ننزل كده بالجبن تديها طعم وسيح كده. كان ننزل بالكاتشب، بسم الله الرحمن الرحيم كده. نقفل بقى الكريب بتاعنا من تحت كده عشان ما يتفتحش وينزل كل حاجه، ونلفه بالراحه كده، واخده بقى على الطاسه علشان اديله صدمه من قدام ومن ورا. وبكده يا حبايبي خلصنا الكريب بتاعنا الجميل، بسم الله ما شاء الله. شايفين الطعم ولا الريحه؟ مش قادره اقول لكم بصراحه طعمه قد ايه روعه جدا. جربوه وان شاء الله قولوا لي رايكم في الكومنتات لو عجبكم الكريب بتاعنا البيتي واللذيذ من اكل السما. يا رب اكون افدتكم على قد ما اقدر. لو عجبك الكريب
اعملي لي لايك وشير وسبسكرايب على قناتنا على اليوتيوب عشان يوصل لك كل فيديوهاتي اول باول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.